السلام عليكم. كيف الحال الأصدقاء؟ كيف الحال الصديقات؟ والله أنا لم أكن أريد جعل الدراما مع هذا إيجي أوتاكو تتجاوز حدها، ولكن الرجل صار يرسل جماهيره وصاروا يبلغون عن قنوات الشباب، وصار يريد قطع رزق الشباب. فالبارحة كنت محترم، البارحة كنت محترم جدا، محترم لدرجة مرعبة. اليوم لا، اليوم سيسقط الاحترام، سيسقط الاحترام، يعني فعليا سيسقط الاحترام. وليس فقط ايجي اوتاكو، ايجي اوتاكو باطفال ايجي اوتاكو سوف ندعس عليه. يعني ذلك الاسلوب الذي المتحفظ، يا رجل هاجم اخي، هاجم الموقر فاروق، هاجم. فسنكمل ردة فعلنا على فيديوه، وبعدها سنقرأ تعاليقه وسنجلده جلد البعير، جلد البعير، بل جلد أكبر من جلد البعير. ف لا احترام. إلا لا تسبوا مصر، لا تسبوا الشعب المصري، لا نذهب عنده للتعليقات ونسبه. ما يحدث في بثنا يبقى في بثنا، نرد وعندنا حق الرد. فهذا يسخر من صوتي. انظر إلى نفسك. بيبي ها، اسمعوا ماذا واضع تعليق، والله واضع تعليق يسخر فيه من صوتي ومن أسلوبي ومن لهجتي. لا أعرف هل يظهر لكم أم لا، يظهر بالهاتف فقط. يا رجل انظر إليك، انسل انسل انسل، لا توجد أنثى سوف تتزوج بك. دب، أصلع، قصير، يعني حتى شكلا منزوع منك القبول، حتى شكلا. فوق ما أنك دب، فوق ما أنك إنسل، فوق ما أنك لا تصلح للتزاوج وستكون نهاية النسل الخاص بك. مشاهد أنمي، قمة التوحد، قمة التوحد. دعونا نرى، دعونا نرى ماذا يقول عنا، دعونا نشاهد. كما قلت لكم لا تقولوا لي كونوا محترم، لأني والله لن أكون محترم. سأكون نفسي، سأبطش بالطريقة التي أريد أن أبطش بها. الاحترام هو لم يحترم. اصلا انا قاعد بتكلم عادي في الانترو، الدنيا طبيعيه، الدنيا مفيش فيها اي مشكله. هات والله ظلمنا سفاح، لا حول ولا. والله ظلمنا سفاح، سفاح صانع محتوى مليوني قديم أسطورة، أفضل منك ومن أمثالك. ما بك تقارن نفسك بسفاح؟ محتوى سفاح متنوع، شخصيته ممتعة مضحكة، لا يتصنع، وانت كل ردات فعلك كرينج وتصنع. ظلمنا سفاح، سفاح الأفضل، دبليو سفاح. لا قوه الا بالله. والفكره ان في ناس في الشات عنده، انا شفت دلوقتي كلمه في منتهى البذاءه وصفني بيها. واحد عنده ويستحق، تستحق. إذا وصفك الشات عندي بشيء تستحق، إذا الشات عندي قال عنك شيء سيء تستحق. سأريك كومنتاتك ماذا قالوا عني. تأتي تستشرف علي وتستشرف على الشات عندي. شاتك قذفني، قذفني وقذف أهلي وقذف بلدي فتستحق. إذا الشات عندي سبك، والله يا أنك تستحق بدل المسبة 10. ربي جمهورك، ربي الأطفال الذي يشاهدونك، تشاهدك مجموعة من الأطفال، كن مسؤول عنهم، كن مسؤول عنهم. أخلاق جمهورك دخلت أسوأ الأخلاق التي رأيت في حياتي. رأيت الشات عنده هو من بيته من زجاج، لا يرمي الآخرين بالحجارة. على الأقل الشات عندي لا يقذف. نسبك أنت كشخص، نسخر منك كشخص، لا نذهب لأهلك ولا نذهب لبلدك ولا نذهب لي، ولا تلعب لي ورقة الوطنية. قال لي يا مصرية، هذا من أنت؟ هو ذا فاكاريو. عندك 500 ألف في يوتيوب، لا أحد يعرفك، لا أحد مهتم بك، 500 ألف بمحتوى زبال. في الشات وصفني بيها كلمه في منتهى البذاءه بتبدا بحرف الدال. واحب اقول لك يا الشخص يلي في الشات ان انا خصيمك عند ربنا يوم القيامه، وربنا خصيمك يوم القيامة لأن قال عنك كلمة في كومنت. والبكائيات، البكائيات، عندك هرمون الأستروجين صاعد، عندك تصرفات أنثوية مبالغ فيها. كن رجل، خليك رجال. أنا خصيمك يوم ما يحصل في النت يبقى في النت. إذا تتضايق من تعليقات وتتضايق من كلام الناس، لا داعي لتأتي للسوشيال ميديا وتدخل السوشيال ميديا أساسا.
باذن الله تعالى يقتص لي منك باذن الله تعالى. فانت واحد قاعد في البيت يا رب يقتص لي منك ومن مشاهديك الذي أرسلتهم لي ليقذفوني ويبلغوا عن قنوات الشباب ويقطعوا الأرزاق. لن أسامحك ليوم القيامة، ولن يسامحك لا الموقر فاروق المغربي لا فاروق المغربي لايف، لأنك ترسل من عندك يبلغون عن قنوات الناس ويسبون الناس ويقذفون الناس الذي لم يفعلوا لك شيء. نحن خصيموك، لا سمح لا سمح. او انت كفاروق المغربي قاعد في الشات، واضح انتوا شله متنمرين مع بعضكم، يعني ده من الواضح جدا قاعدين مع بعض بقى ايه بالستاره الاموره اللي من التسعينات اللي انت قاعد فيها. والله وسيم، وسيم يا أخي، وسيم ما شاء الله عليه، والله مهيب. انظروا إليه أنا وانظروا إليه هو. وسيم فخم 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 عظيم يا أخي، والله أحبني. يعني وقاعد عمال بتتفرج على فيديوهات الناس وبتتنمر عليهم، وجايب شويه متنمرين عندك في الشات، وكميه الناس اللي ما تعرفش عني حاجه وداخله خرا كرنج ولي ولي واللفظ البذيء اللي اتقال ده، جايب اصحابك قاعدين لي في الشات ما حدش فيهم عنده حياه، كل واحد قاعد على بيت قاعد ما بيعملش اي حاجه خالص غير ان هو بس يكتب في الكومنتات والله محتوى خرا والله محتوى. والله محتواك خرا، أقسم بالله أن محتواك خرا، من أسوأ محتويات الأنيمي. كنت تقدم ما نفس يقدمه وليد أكاتسكي، فقط وليد كان ممتع وشخصيته ممتعة. ها هي فيديوهاتك خرا، ومن رفع الريتش بالآخر. ها انظر إلى مشاهداتك، جماهيرك تقول والريتش ريتش فاروق سقط وأنا لست صانع محتوى، أنا ستريمر، أنا ما أقوم به هو الستريم. لما سأحتاج ريتش؟ راه عندي أكثر من مليار و500 مليون في الهاشتاج في تيك توك، فلما سأرفع الريتش بك؟ هو ذا هيل ار يو؟ ها 37 لم ترى 60,000 إلا عندما تحدثت عن عمك وعم عيالك. ومحتواك موجه لمن عنده داون، متلازمة داون أو إعاقة بصرية نوعا ما. كرنج والله هذا الشخص كذا وكذا وإعاقة وكذا. هو انتوا ما عقلية. تعرفوش كده انتوا بتغتابوني؟ انا عايز افهم ما فيش حاجه زي دي وردت عندكم قبل كده انتوا كده بتغتابوني؟ يعني الموضوع ده بالنسبه لكم عادي؟ يعني لو حد عنده بعض من الايمان هيعرف ان دي غيبه، انت بتغتاب شخص وقاعد بتشتمه في ظهره وتقول يا أخي لا تستشرف علينا بالدين، وأنتم تغتابوني وحسيبك يوم القيامة. لا تدخل انترنت، لست قادر على الدخول في الانترنت، لست قادر على التحمل ما يأتيك في النت، لا تدخل. تغتابوني يوم القيامة، لا تستشرف علينا، لا تستشرف علينا. ترى محتواك حرام، انيمي في انيمي، ترك تضع ميمات لبنات كيميتسو، يضع فيديوهات لبنات كيميتسو واحدة أتدأها مثل البطيخ ويقول لك تغتابني. الذنوب وقفت عند الغيبة، الذنوب عندك تعرفها بالغيبة. كذا وكذا ومحتوى كذا وتشتم فيه وفي المحتوى بتاعه، يعني شتم فيا. انا شايف واحد في الشتم مش هزار، مش هقول كلمه اتقالت لان هو لفظ جدا جدا بذيء بصراحه، ولذلك انا حرفيا هختصم منك يوم القيامه. انا مش مسامحك، الشخص اللي كتب اللفظ ده انا مش مسامحك، انا مش مسامحك كده. نفس أسلوب حمود، أنا لن أسامحك، ويوم القيامة والبكائيات تحفظون نفس السيناريو وتكررونه جميعا. أبدعوا، لا تسبوه. نحن مشكلتنا كانت مع محتواك، وأنت شخصنت، فأنا سأشخصن، عندي حق الرد. ماله فيديو ماله فيديو بص والله قاعد بيفكر يقول ايه، مش حاجه يقول اكل وشرب ونوم ده في البهايم. ايش فيك عليك يا كابتن؟ عايز انك قاعد تاخذني؟ طيب باي موجودين. مش فاهم بصراحه والله ما فاهم انت بتتصدم من ايه. انت نفسيه، انت كده شخص نفسيه، يعني انت بدنا قاعد بضحك ومبسوط برضه تاني. سايونها ضحكتم. حبيبي انت نفسيه فيك مشكله انت نفسيه. لا لا لا، أنت الذي متصنع، أنت متصنع، أنا لست نفسية، أنت متصنع. أنت ببساطة ما همي أنا في بت كلاش، أنت إنسان متصنع، أنا لست نفسية. أنت تدعي الضحك في شيء غير مضحك. تضحك هذا شنو آخر مقاطع؟ تضحك تخسر تضحك. كل ما تحتاج تعرف عن جوجيتسو كايسن. بص سكت مش لاقي حاجه اقولها، والله سكت ما لاقي حاجه اقولها. او بقى مش محتوى عادي، واخد بالك، محتوى عادي اللي هو ايه بقى، مراجعه تاني، محتوى طبيعي عادي جدا. هو ده مش محتاج عشان اعرفك قد ايه السطحيه، ان هو عارف انت الشخص اللي بيخش يدوس السم في العسل، او اللي هو يقعد يتصيد الاخطاء، هو هذا الانسان حقيقه. تقبل القناة، مواقف المتابعين المحرجة، مواقف المتابعين المحرجة. من هذا يا رجل؟ لست مهتم بمحتواك، أنا محتواك بالنسبة لي محتوى أطفال، فعليا لست مهتم به وبمشاهدته، ولا أعرف هو ذا هيل آريو. أنا أول مرة أراك بسبب هذا الفيديو، وأضعت من وقتي، ولم أكن سأجيبك لولا هجوم جماهيرك على قنوات الشباب. فمن أنت؟ وأن تسرد أحداث الموسم لا تعني مراجعة، فأنت لا تفهم أساسا معنى مراجعة. يعني فاتح قناة أنيمي ومراجعة تسرد لنا، هذا تلخيص لأحداث موسم، هذه ليست فاكين مراجعة، هذه ليست ريفيو. فأساسيات المراجعة لا تفهم ما هي. أغرب أنمي في 2026 والله ما لاقي حاجه اقولها. فعلي أنا بتاع أنمي، رأيي في أنمي الزبالة. هذا أول مرة أنا أول مرة أعرف هذا. والله يعني احب اقول لك ان انا ما اتشرفش خالص ان انت تعرفني ولا أتشرف بالحديث عن أمثالك.
لا أتشرف بالحديث عن قمامة وحثالة بشرية وإنسان نفسية ومنافق من أهل النفاق والشقاق من أمثالك. هل تعتقد أنني أتشرف؟ أدعس عليك وأدعس على أمثالك وأدعس على جماهيرك. يا رجل، أنا ألتقي بك في الحياة الواقعية، أنظر لك لا أنظر لك. غالبا أنت قصير 1.60 فمستوى نظري أنا مرتفع الحمد لله، 1.84 سنتي من الرجولة. لا نرى إلا الطوال أمثالنا. تعتقد سنرى قزم مثلك؟ ولا تشرف ان انت تتابع محتوايا ولا اي حاجه من الحاجات دي خالص. يعني خد بعضك انت والحساله اللي معاك في الشات توكله بس. ازاي؟ والله الحثالة وأنا الذي معي في الشاط سنجلسك على الخازوق. لا أنت، لا الأطفال الذي عندك ومشاهديك شرذمة الأطفال 15 سنة وما تحت. ما بك تسب من عندي، من عندي أعمامك وأعمام عيالك. لا داعي لتراسلوني وتقولوا لي هدي، لن أهدأ. واحد يسبني، يسب متابعية وينعتهم بالحثالة، أهدأ. ديوتنا يسبك وينعتك بالحثالة وتقول لي أهدأ. أنتم بكامل قواكم العقلية من الصباح وهو يسب فيكم وتقولون اهدأ. أين الهدوء؟ لو أن ترك الأمر بيني وبينه عادي. من يشاهدنا فيهم شيوخ، من يشاهدنا فيهم أمراء، فيهم وجهاء ينعتهم بالحثالة، وأنا أتركه يمرر كلمة الحثالة على من يتابعني. الأمر بيني وبينك، ما علاقة الشات. مشاهديك أنذل مليون مرة من متابعية، لا تقولوا لي اهدأ. تدمر سمعة أنمي في 3. لا أسامح أي أحد يقذف أمه، لا أسامح. أنا القذف لا. هدوا القذف لا. قذف هم قذفونا، نحن لا نقذفهم. نتكلم أنا كشخص. القذف لا أرجوكم، القذف لا، والسب لا. حتى نحن نرد. ندعس عليك ليست مسبة، عمك وعم عيالك ليست مسبة، لا أراك ليست مسبة. نحن لا نسب الشخص فقط ولا محتوى عادي، نقذف. محتوى طبيعي. واحد عمال بيدور على حاجه غبيه، فاهم؟ مش متضايق في ربي. لا حول ولا قوه الا بالله. والله اننا ظلمنا سفاح يا رب. لا حول ولا قوه الا بالله. يا جماعه وناشدكم بالله، انت دلوقتي كشخص بتسكرول كده زي ما هو عمل بالظبط. انتوا شايفين ان في اي حاجه تستدعي الاوفر رياكتنج اللي الواحد بيعمله ده؟ والله ليست اوفر رياكشن. محتواك زبال، محتواك رديء، محتواك كريه، ومحتواك سيء. ها كل ما تحتاج معرفة عن جوجيتسو كايسن، تقييم شخصيات قاتل الشياطين، مستقبل القناة، الأنمي ده رهيب، محتوى متجاوز قام به الناس قبل سنوات وسنوات. محتواك زبال، أكذب عليك. محتواك خرائي، محتواك غائطي، محتواك مؤخراتي. تقبلتها مرحبا، لم تتقبلها هذه هي الحقيقة. هذه أول مرة تسمع أن الناس تكره ما تقوم به، ولكن هذه هي الحقيقة. اوفر رياكتنج ده اوفر رياكتنج اللي هو ظلنا سفاح ومش عارف ايه. ايه المحتوى اللي مش كويس في اللي انا عامله؟ انا عايز افهم صراحه يعني. كل شيء صعب او انا تقريبا يعني صعب ان هو يستوعبني. الموضوع صعب طبعا. اتخض لها 500,000. أستوعبك 500,000. لا داعي لي بلغة الأرقام، لا داعي لي تتكبر علينا بلغة الأرقام يا رجل، لا داعي لي تتفاخر بلغة الأرقام، لا تعني شيء. فرقم كبير على فيسبوك عادي بتحصل يعني. والله اننا ظلمنا سفاح، بس مش لاقي الكلمه دي والله ولا. مستقبل القناة. شوف يا حبيبي، السلام عليكم السلام عليكم على قناه. شفتوا يا جماعه الفتره الاخيره في القناه كنا بالفعل عملنا محتوى منوع شويه او مختلف شويه عن اللي انا معتاد دايما بعمله في القناه، ان هو يبقى من الاول للاخر انمي فقط. وكان موجود في رمضان اللي فات، وبالفعل كان هدفي من هذا الموضوع ان انا عايز كانت حاجه اساسيه يعني ان احنا ما نلتهيش بالانمي خلال الشهر ده. فبالتالي حبيت نعمل محتوى منوع. ولا سواء اتريق يلا مش لاقي حاجه اقول. خلاص هنعمل محتوى كل حاجه. هي دي اخر المحتوى. يجي في حاجات مختلفه كده تستناها حرفيا سنه. وبص الصراحه المحتوى المنوع عجبكم، بدا يجي الكومنت بتاعي يجي خلاص على محتوى مش عارف. والله ما لاقي والله يا اخي ما نعرف، حسه كرينج، لم يعجبني ما. والله كرينج، ولا زلت عند رأيي. شخصيتك كرينج ونفسية وحقود. أنت إنسان في قلبك الحقد، قلبك غير نظيف. نظف قلبك من الحقد، ونظف قلبك من الغل الذي فيك، ونظف قلبك من الحسد. ووعي متابعيك ألا يذهبوا عند أحد ويهاجموه. فنحن تحدثنا عنك في لايف، هذا اللايف شاهد كم 1000 شخص، ووضع الفيديو شاهد 600 شخص. لا، أنت تريد دراما. لا أبحث أنا عن الدراما وغيرها. لم يشاهد الحديث عنك 1,000,000 شخص أو 500,000 شخص، أو عندك فقر في المحتوى. أتت موجة ومع أول دراما ركبت عليها. فأنت عبارة عن attention seeker، عبارة عن إنسان يعشق الاهتمام ويريد من يهتم به، وتعتقد نفسك في حرب البسوس. We don't give a fuck about you. لا نهتم بك، ولا نهتم بمن أنت، ولا نهتم بما تقدم، ولا نهتم بالشيء الذي تفعله. فيديوهات من الافكار كرينج. الاسطوره، الاسطوره عندك فاتسال يا رجل، عندك تاريخي فاتسال. علاقتي فاتسال. فاتسال
ونتابع غيره. والله شوف انت فادي سال بيعمل معاك ما تخلينيش افتح بالكلام عشان ما اصفرش لساني زيك. طبعا فادي سال ها، هل سمعتم؟ هل سمعتم؟ هل سمعتم؟ من يقذف؟ من البديء؟ من السيء؟ هل سمعتم؟ فيديوهات من الافكار كرينج. هذا الاسطوره، هذا الاسطوره. عندك فاتسال يا رجل، عندك تاريخي فاتسال. ايه علاقتي فادي سال؟ فاتسال ونتابع غيره. والله شوف انت فادي سال بيعمل معاك ما تخلينيش افتح بالكلام عشان ما اصفرش لساني زيك. طبعا فادي سال شخص يا رجل، أنت تنعت الرجل بأنه يفعلها بي، وتتهموني بالشذوذ الجنسي، وتبكي واغتبتموني، تغتابونني. والغيبة، ولن نسامحكم ليوم القيامة. يوم القيامة لن نسامحك. لا 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 يا ربي، لن نسامحهم. جمهور قدر وقح. لا يا أمي. وتتهم الناس بالشذوذ الجنسي وبأنه مفعول بهم. يا المنافق، يا المنافق، من بيت من زجاج لا يرمي الآخرين بالحجارة. يا أهل النفاق، يا أهل الشقاق، لم يسبق أن رأيت منافق بمستواك. هل رأيت منافق وأخلاقك صفر وأخلاق من يتابعك صفر؟ حثالة لا أنت لهم، لا أنت لهم. اسطوري. انا عن نفسي بتابعه من زمان جدا كمان وبحبه جدا بصراحه، بس يعني انا وفهد سالم محتوانا غير بعض خالص، فطبيعي ان انت بتتفرج على نوع من المحتوى مش هتشوف غيره او تحب هذا النوع، يبقى النوع الثاني مش هيكون مفضل ليك، فده كمنطق مفروغ منه. انما منتهى السطحيه اللي انت جاوبت بيها في الاخر دي اللي هو والله يعني ما يعجبني احسه كمان والله يعني مش عارف تتكلم كده صراحه، يعني مفيش انسان طبيعي يتكلم. والله كلمة كرنج قليلة في حقك. مقرف، مقرف وحثالة بشرية. انت ايه كاركتر انت ولا ايه؟ دي اللازمه بتاعتك يعني مش فاهم صراحه. فاللي هو ما عجبنيش كرنج افكار ومش عارف ايه. انت فين افكار انت شفتها؟ عملت سكرول قريت ايه بقى؟ شفت ايه بقى من الافكار كرنج؟ والله العظيم كده انت ما لاقي حاجه تقولها، والله ما لاقي حاجه تقولها اللي هو حفظ. والله من شخصيتك ومن هذا الفيديو أنا حللتك. أنت إنسان منافق، إنسان حقود، إنسان مغرور، إنسان يرى نفسه أحسن من الآخرين، إنسان يحتاج إلى طبيب نفسي. أنت مكتر هينتاي، ومن وجهك واضحة عليك علامات مشاهدي الهينتاي. أنت من النوع الذي تقرأ الدوجينشي لبطلات كيميتسو نو يايبا، والدليل على ذلك الفيديوهات كلها كيميتسو نو يايبا، كيميتسو نو يايبا. يا رجل بعمرك تزوجوا وأسسوا أسر وأسسوا عائلات، وأنت تقول لي أفضل بنات كيميتسو نو يايبا. الماء الوجه انا داخل اتريق وانا تنمر ومحتوى تنمر يعني معلش يعني اي واحد محتوى انتقاد وتنمر ده محتوى بطل من زمان ومحتوى فاضي والله العظيم فاضي بالونه فاضيه. على الاقل انا بعمل تحدي الضحك بعمل حاجه مختلفه حاجه مش موجوده عامه ما حدش بيراكت على ميمز الانمي زي ما انا بعمل والناس بتتفرج على عندك فقر، عندك فقر في المعرفة. محتواك كان يقوم به وليد كيزانوفا في 2016 و15 ومحتواك كان يقوم به سفاح، ومحتواك مستهلك متجاوز، وقاموا به أحسن منك مليون مرة ومضحكين أحسن منك وعندهم شخصية وكاريزما عليك. عندك فقر في الكاريزما، فقر في الشخصية، ضعف، تهتر بما لا تعرف. بتحب شخصيته. ولو الفيديو ما عجبكش واخد بالك انت عمال تقول هل انت شفته ضحكني ولا في حد يضحكني؟ الفيديو ابو مليون اللي مش عاجبه واخد بالك فيه 54,000 شخص قرروا ان هم يتفرجوا على الفيديو ده 54 معاق ذهني، 54 مصاب بمتلازمة داون، 54 ألف متوحد، 54 تعرف بسيط صديق سبونج بوب. وأنا أحس أنه يشاهدك البسيطات فقط، بسيطو العقول. ف 54 ألف معاق عملوا له لايك وعجبهم 54,000 واحد. وانا شايف في ايموجيز ضحك كتير في الكومنتات، يعني من الواضح ان الناس ضحكت وعجبها المحتوى عادي مفيش مشكله، في ضحك كتير جدا اهو ما شاء الله، مش شايف واحد بيشتم ولا واحد بيقل ادب ولا أنت تقل أدبك، أنت سيد أصحاب قلة الأدب. أطفال، أنا لو يتابعني أطفال والله أخجل على نفسي. يتابعك أطفال وترمينيكات جنسية فقط لكي تضحك مشاهديك. لا تستشرف علي، لا تستشرف علي وأنت غارق في القذارة والخراء. واحد بيتنمر ولا اي حاجه الحمد لله يعني. فانت لو ما عندكش الحجه لحاجه مش قادر انت تثبتها فما تتكلمش، فلتكن خيرا او تصمت. انت لا تكن خيرا فلذلك اصمت. عندي بس يعني شويه فضول كده اشوفه بيقول ايه على سفاح والناس دي برضه، انه عامل عليهم كذا فيديو وظهر سفاح وبتاع. رايكم حياكم الله جميعا، عدنا لكم في مقطع جديد مع ما علاقتك بما أقول عن سفاح أو أودين أو هؤلاء أصدقائي؟ هل كي تعرفوا أنك كان يفترض أن تكتفي بالكلام عني، بالرياكشن التي قمت بها عنك، لا أن تذهب وترى ما أقوم به وما أتكلم به عن غيرك. فهنا تعرف أنك كلب دراما. ومع اعتذاراتي للكلاب، لأن الكلاب حيوانات من صفاتها الوفاء، فأعتذر هنا للكلب. أنت باحث عن الدراما وترغب بدراما من أي نوع، نعطيك الدراما التي تريد. الحنكة الذي دائما ياتي لينهي الجدل في عالم الانمي عن امور محنكه. هي ثلاثي الحنكة، أنت وترافي وسفاح، أمثلة للذوق العافي. انت بتقول ايه يا ابني؟ انت بتقول ايه يا ابني؟ انت عندك والله العظيم انت مخك هو اللي عفن، والله العظيم عندك تعفن دماغي رهيب شديد جدا. لماذا
العق حذاء، العق حذاءهم، العق حذاءهم لعل وعسى يتعاونون معك. العق العق، نظف الحذاء جيدا، نظف الحذاء جيدا، نظف حذاءهم لعل يهتمون بك، لعل وعسى يهتمون بك. العق. اتكلم بهذه الطريقه، انا عايز افهم، هتتكلم طبيعي زي ما الناس بتتكلم، ليه بتتكلم كده؟ متى صرتم ثلاثي؟ ومن الصباح وانت يتكلم طبيعي يا صدق، يتكلم طبيعي يا زلمه، عادي طبيعي ما بك. اللغه العربيه الفصحى، اللغه العربيه الفصحى ما بك. ندوي معاك طبيعي، ندوي معاك بالدارجه. اش باغي يا القلاوي؟ اش باغي؟ علاش تتقلب؟ تقلب على اللي يحويك؟ علاش تتقلب؟ اشنو باغي؟ باغي الحوا؟ غادي نجي نبدا نصرف فيك حتى للصباح، غنجي القلاوي نقرصك من بزازلك. دوي طبيعي، مالك كي تندوي؟ اش باغي؟ راه ندوي الخراب اللهجه ديالي، غادي ندعس عليك، راه نحويك. نتكلم طبيعي. حنكه بجد والله تصنع يا جدعان، ده تصنع، ده مثال للتصنع. ما علاقتكم بالحنكه؟ انتم اكثر ثلاثه كاجوالز، انتم مراجعوا العرب. مرجع العرب، اصبر نرى ارائكم. يا نهار اسود، يا نهار اسود، شكلك بيخبط في اي حد، ده مش همه. الحنكه قال اصبروا نرى ترتيبهم للشخصيات. ايوه يسمون نفسهم ثلاثي الحنكه، والثلاثه لم يشاهدوا كود جياس. ثلاثي الحنكه قال لك مؤسسين لمحتوى الانمي، ثلاثتهم، تخيل ثلاثتهم ولا واحد فيهم. دول شباب مع بعض قاعدين بيعملوا فيديو بيقولوا ده قابل للمشاهده، ده قابل للمشاهده، عشان احسن الجدل مش عارف ايه. ما كل واحد يعني حر في اللي هو بيقوله، فكون ان حتى انا حر في رده الفعل، انا ما اقوم به، وانا اسب المحتوى، الا انت بالضبط ساسبك لشخصك. انا عموما لا يعجبني المحتوى واعبر. لا انا لا ناس كثيره، وانت فتان. ما علاقتك بالموضوع؟ ولاحظ معي، انا حتى في شخصنتي معك وشخصين معك كشخص، لا اسب جمهورك صراحه، يستحقون السب معك. ليس كل جمهورك، ولكن اولئك الذي اتوا وقذفوني وقذفوا الناس التي عندي، فهؤلاء يستحقون. اما المحترمين لا، على الراس والعين. محتواك زبال، محتواك عفن، محتواك خرائي، هذه حقيقه. اعجبتك تقبلها، رايه مش عاجبك مفيش مشكله، طبيعي ان احنا نختلف، لكن تخش بقى تتريق وتشتم وتقل في ادبك، واصل هو انتوا والله زكي ثلاثي العفن، انتوا اصحاب الاراء العار، كل ده كلام ملوش اي ستين لازمه صح. ده ما هو الا تفكير سطحي طفولي بحت، اللي هو عيل صغير شطان في لعبته وقاعد بس اللي هو ايه، لا دي لعبته ما حدش يلعب بيها غيري، دي احسن لعبه في العالم، دي احسن لعبه في الكوكب، اي حد يتكلم عليها وما بيفهمش يبقى حمار متخلف او كده. هي دي تفكير النوعيه دي من البشر. قال دول صراحه شوف رايه عن سفاح وكده، يعني ان هو ايه قاعد كل شويه يخش يتكلم عن حد وخلاص. يقول انك كرنج. طب والله شكرا يا سفاحني اللي يخش يتنمر على الناس ويتريق عليهم، هو ده المحتوى المصنف كرنج فعلا. ده محتوى انا ما بحبش اتفرج عليه، المحتوى بالنسبه لي كرنج. سوبر زول تكفى، ارجوك لا تعذبني نفسيا يعني. والله والعذاب ملاقي من رائحه فمك، وانت للتو مساعد او من السوبر زون. لا 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 انت عديت كل حاجه صراحه، انت عديت كل الحدود بصراحه، انت ما عندكش حدود خالص، انت شخص بلا حدود، اللي بيجي على بالك بتقوله، ارزع في اي حته وخلاص. داخل لقناتي. واه السلام عليكم، معي إيه ده؟ اشهر ون بيس، اشهر ون بيس بالعالم، ابو غودن ومحنك العار يا رجل. ماشي. اسمعوني. بس عشان وشك والله بيطخنها من البيت، بس كفايه كفايه. بعد كده لما حد يقول لي كلمه منافق انت والله وسيم، واين النفاق؟ هذا صديقي، هذا صديقي، اسبه عادي واضحك انا وهو وعادي. اضحك انا واصدقائي، هذا الفرق بيني وبينك. اذا لعقت حذاء واحد تبقى تلعق حذاء اهل الابد. انا صديقي اجلده، اضحك عليه يجلدني، يضحك علي والدنيا شغاله. انظر الى الوسامه، انظر الى اللحيه الشقراء، انظر الى الوقفه، انظر اول الى واحد كيف الشعر، منافق انظر الى فرق المغرب. العضلات. يعني انا بصراحه ما عنديش اي مشاكل خالص مع اي صانع محتوى مغربي، وانا اتعاملت فعلا مع صناع محتوى مغاربه، يعني حقيقي ناس محترمه جدا، ناس ولا تشخصن. واش علاقه المغرب بالموضوع؟ انا مشكله بيني وبينك. واش علاقه المغرب ومصر بالموضوع؟ فوق راسي من فوق، ويعني التعامل معاهم زي الفل، والله ناس زي الفل بجد. انما انت انا مش عارف يعني، انت عار على المغاربه الصراحه، فمن لا شيء. واحد ينعتني بعار على المغاربه، وانت عار على المصريين، انت عار على الانسانيه ككل، انت عار على في وضع انهم بيكونوا صحاب بيتلاقوا بتاع الكلام ده كله، انا بقى مش صاحبك ولا اعرفك، فلو هم بيقولوا منك الهزار والتنكيد عليهم وان انت تقعد تسف عليهم دي حاجه. وساقول لك شيء بالدارجه المغربيه، سر تقود وابحث عن معنى كلمه سر تقود بالدارجه، وافهم معناها وابحث عنها. سر تقود، ونعم هي سبه وانا اسبك، لانني اريد ان اسبك لانك تستحق السب. ارجع لهم، انا ما اعرفش، وبالتالي انا مش قابل منك هزار ومش قابل منك كلمه، ما يجيش حد يقول لي يا اجي انت بتكبر. ووفر معرفتك في طيبه قلبك، وفر معرفتك ورأيك عني في طيبة قلبك. ما رأيك؟ أعجبك هذا؟ أعجبك هذا؟ سير تقود. كبر الموضوع عليك. انت واقف مع واحد صاحبك في الشارع، واحد صاحبه هو جه وقاعد بيهزر معاك، راح مهزر معاك هزار غشيم، هزار غبي وانت ما تعرفوش، رد فعلك ايه؟ هتتعصب عليه، هتتقفل منه. فختم هذا الموضوع اللي انا سأخبرك بالإنجليزي. Go F yourself. إذا لم تفهمها بالدارجة المغربية مش هفتحه تاني، ان شاء الله يعمل عليا 100,000 فيديو غيره. يعني طز، انا مش فارق لي، واحب اوضح رساله مهمه جدا طول ما انا مقتنع. وقررت سأعمل عليك محتوى. كلما وضعتم لي فيديو له سأعمل عليه رياكشن وأضحك عليه وأضحك على آرائه. لم أكن مهتم بك، ولكن قررت الآن، واللي ضبرك. أنا سأخبركم لما فعلت هذا.
يا اخي يقطع ارزاق، والله يقطع ارزاق. ها فاروق المغربي، سأريكم جماهيره. يا رجل حثالة، قذف ما بعد قذف. أين الفيديو؟ قذفوا الشباب التي لم تفعل لهم شيء يا رجل بطريقة، ونعتذر لكم، نعتذر للشباب وللأصدقاء إذا قلنا شيء يعني إذا قلنا شيء سيء، والله أعتذر لكم. ولكن يا أخي من حقنا الرد، من حقنا الرد يا أخي، من حقنا الرد. مش عارف يقول حاجة فيقول ظلمنا سفاح. التنمر من أجل مال يشتري به جهنم. والله التنمر عليكم أعتقد أن سأحصل على حسنات. تستحقون التنمر، أنتم حيوانات بشرية، ضروري نتنمر عليكم. يجي إنسان عادي ما عملش أي حاجة وأنت يجي يعمل عنه فيديو وتسيء له والمحتوى حلو، أنا شفته، حرام عليك. مرسل مطلقاتك يدافعون عنك. المسكين في ردي على إيجي منع التعليق، يعرف أن بنفجره. ليست قناتي، لما سأمنع التعليق؟ والله غار منه، ترى محتوى أحسن من طارق، من طارق هذا، ولما سأغار منه يا رجل؟ ترى هذا إيجي أري حسابي البنكي يذهب يخبرني، أريد أقوم بعملية تحول جنسي وأتزوجك، سيريد أن يصير جارية عندي، لماذا أغار منه؟ أنت بالذات تسكت جاي تسولف وأنت عايش في كهف. أنا عايش في أوروبا يا رجل، من يعيش في كهف؟ عايش في أوروبا وفي المغرب عايش في حي فاخر، أين الكهف؟ الحمد لله، تدخل قناتي سترى كل بلدان العالم زرناها. أين الكهف؟ أين الكهف؟ وصورناها واتقناها. ها نحن في السعودية، ها نحن في باريس، ها نحن في روما، ها نحن في أثينا، ذهبنا ميلان. متوحد اللي عامل ردة فعل شكله سواها قصد ويتكلم عن الناس عشان مطفر مشاهدات يستفاد من الباقيين. مطفر مشاهدات. I don't give a fuck about you. مات الرسول متواضعا فمن نحن لنتكبر، صلى الله عليه وسلم. هذا الشخص وأصدقائه يتكلمون من خشمهم لأننا نريد نتكلم حتى من طيبة قلبنا عادي. المذيعة أعطيني اسم أكثر واحد منافق بتعرفه، أنا فاروق المغربي. وأين النفاق؟ أين النفاق؟ أنا عادي عندي، صاحبكم لم يعجبني محتواه، وضعت فيديو وقلت لم يعجبني. لو أنا منافق لقلت يجي أوتاكل أفضل، يجي أوتاكل أروع، وإلا دعست عليه، دعست عليه، لم أرحمه. ردت فعل في 8 دقائق رد عليها ب20 دقيقة. مين أنت؟ ترى قلبوها قذف وسب، وترى بينهم قذف. التعليقات حق الستريم يعبدوه ولا إيش؟ استغفر الله العلي العظيم، العبادة لله عز وجل. هل أنت بخير أنت ومتابعوك؟ ألستم تحتاجون زيارة المشفى؟ لما؟ ما شاء الله مش لاقي شيء يقوله فانخرس. لم أجد شيء أقوله من الكرينج، لم أجد شيء أقوله من العفن، لم أجد شيء أقوله من القذارة. حابين نوجه لك رسالة، أنت محتاج ملوش. والله ما لا أعرف هذا ما يكتب. ما زال الموقر المغربي لم يبدي آراءه على الفيديو الموقر كاريكا. من هو كاريكا؟ والله مشكلة يا رجل، صار جماهير الأنمي صارت تسبون. فقط لا تسبوا ولا تقذفوا. ما يسمعوني، خلونا محترمين، لا نقذف أحد. أنا ذلك سبيته لأنه سبني، شتمته لأنه شتمني، ولأنه هاجمني، ولأنه هاجمكم. لكن نحن لا نقذفك كشخص، والنعم في أهلك، والنعم في بلدك، والنعم في التربية التي تربيتها. ولكن أنت أنت الكول لازم كمان عند فيديوهات محترمة، بس أنت ما تشوفها، لست مهتم. غسلت عيوني وأذني بعدما شفت شكله وسمعت صوت الذبابة بتاعه. صوتي رائع، والله صوت أيقوني. جيبوه مستشفى المجانين يا شباب، مش لاقي شيء يقوله. لازم نعرف أن الكل انظروا إلى كم من واحد معلق فيهم، 889 تعليق في فيديو 6000 مشاهدة. أخبركم هجوم
هجوم ويبلغون عن قنوات الشباب. ف ترى قذف، بعض القذف رأيته يا رجل على أساس محتوى فاروق مشخرة، محتواه في قمة إيجي أوتاكو، الإملاء يا رجل، فرق لايكات رهيب يا رجل. لو تريد لايكات نرسل الشباب الآن 800 لايك نجمعها في دقيقة يا جماعة. مانشينو إيجي في مشكلة، ما انت بتتاخد، ها هو السب، انتم تعرفون معنى ما انت بتتاخد. يجي عمك ولك عمي والله الجارية عندي لا أعينه، كل خاء راء ألف، يجي عمك وعم عيالك وأبوك كمان يا علق، خر عليك أنت بيض ظلمني. هذا معطينا إصبع الأوسط. ما كنت أحسب أن إيجي طفولي درامي لهذه الدرجة. هذا قرنفل واحد عاقل، لا حول ولا قوة إلا بالله، محتاج تعالج لأنك ما تجيش صباعه الصغير أصلا بصوتك اللي شبه العرسة. ضحكتني هذه. محتواك نسف رجلي يا معفن، تغتاب لو رجال قولها بوجهه. من زين محتواك أنت متابعيك القليل أدب، شايب أخلاقك الله لا يسامحك، أنت ومن معك محتواه أحسن منك. هذا يسبنا أجمعين. أنت فاضي شغل جاي تتنمر على أحسن منك، كلهم صور أنيمي. توحد يا رجل، توحد توحد، قمة التوحد، جماعة متوحدين يا رجل. لو سمحتوا الرجال ده بيطلع بت على ايه؟ ايوه اعمل حسابك انك بتتكلم عن اعظم اصحاب محتوى انمي في الوطن العربي. من هو هذا اللي تو عرفناه، اللي تو سمعنا به؟ هل انت بخير انتم متابعوك؟ يجي عمك وعم اعمامك، هل فعل لك شيء حتى؟ انتم من وضعتم فيديوهاته، انت اسوأ يوتيوبر شفته بحياتي. تعرفون فاروق مش عارف ينتقد اصلا، كل شويه ظلمنا سفاح وظلمنا سفاح، وحس محتواك كرينج وكله تنمر. مين انت اصلا؟ هاي آية وكله روحي انقلع ياسمين، لما محتوى كله بنات. انت ليش تكره الانمي؟ واحد اثنين يجي ما عمل لك شيء تروح تتنمر. ثالثا انت وشلة المتنمرين المنغوليين، والله نعتتنا بالمنغوليين يا رجل، صرنا منغوليين يا اخي، لا حول ولا قوة الا بالله. انا عادي افهم يسبوني لا مشكلة، لكن لما انتم لما يجمعونكم معي في اي مشكلة؟ تخيلوا قاعد بشوف بث وفجأة بلاقيه يتمسخر على واحد كان بيقرأ قرآن. يعني ايش ده؟ تمسخر على واحد يقرأ قرآن؟ يعني يجي اوتاكو يقرأ قرآن؟ عامل نفسه مشهور، انا يا دوبي عرفاه. اوكي، المشكين في ردي على ايجي منع التعليق، يعرف انه بينفجر. وتعالوا عندي لي بتي، لا تزعل نفسك يا فاروق. دعونا نضحك يا اخي، محتوى يا اخي، محتوى يا اخي، دعونا نضحك بالله عليكم. ليس الامر مضحك، والله انا واخد الامر ضحك يا اخي، انا جالس اضحك. اللي قهرني اكثر من كلام فاروق اللي علقوا كثير وقيحيين وقليلين ادب، واشك يعرفون يجي فوق راسك. سلمى كلهم بنات، ومحتوى كله بنات يا رجل. تخيل البنات يدافعون عنك، والله يا غار منه. ترى محتوى احسن من طارق ومن طارق، كلهم بنات يا رجل. نفسي اعرف ليش تتكلم كذا. هاي يا روان والله مش فاهم، يعني هو المصريين ما لهمش رأي، وانت مال اهلك اصلا؟ انا مصري ورديت عليك. لما قول لنا شيء عن مصر والمصريين، كارت الوطنية محتوى مش عجبك اخرس مثل الكلب. والله انتم الكلاب الذي تنبحون. هو 800 تعليق، 800 تعليق. من الكلب بيننا؟ من ينبح بفيديو ردة فعل غير مقصودة جعلت 800 كلب ينبح؟ كم عنده من كلب في تعاليقه ينبح؟ اصبروا نرى، اصبر دعني اتحقق.
1000 تعليق من الكلاب ينبحون. كي تعرفوا انهم كلاب تنبح. ندخل مثلا فاروق الموقر، فاروق المغربي، المسكين الموقر فاروق المغربي استلموه. فاروق المغربي بدأ يدافع. لا انا لست فاروق، انا فاروق المغربي، يا دافع عني يا ولي ضبورك. وهاجموني يا رجل هاجموني في قناتك، وحتى الدفاع عن اخيك لا تدافع عنه. والله حتى الدفاع لا يدافع. لا تسلك لهم يا اخي، ادعس ادعس وانا معك. اين هو الفيديو؟ اين هو الفيديو؟ والله ان هاجموه هجوم اخفاه اتوقع. 100 تعليق حتى هو. يا اخي للناس التي تسب فاروق او ايجي اوتاكو، يا رجل من يسب يسب. اول شيء ايجي محترم، مونتاج يجنن، ذوقه خرافي، شخصيته حلوه، اخلاق وتربيه. الكرينج هذا. انت شخص متنمر وحقود. من الحقود؟ صوتك ضعيف وشخصيتك ضعيفه. والله يا اخي مصيبه مع هؤلاء. المهم كنا نريد ان نجيب، وترى اذا اجبت ساجيب عليك وابقى اجيب عليك وابقى اجيب عليك وساستلمك محتوى. ترى انا ليس عندي مشكله، كنت لاتجاوز، واذا ظهر لي مقطع لك ساشاهده واسخر منك، وسابقى اسخر من كل مقاطعك. وعادي اي مقطع له رايتموه كرينج بالله عليكم ضعوه. كل مقاطعك سابقى اضحك عليها وامزمز بك ايوه انتهينا من هذا الملف. طوينا هذا الملف، ملف الكرينجي مع جماهيره الكرينجيه. ماذا عندنا من فيديوهات؟ ماذا لدينا من فيديوهات؟ بث فاروق المغربي. صار يضع شورتات. هذا صار يضع شورتات. يا جماعه الشخص الكرنج هذا رد علي، اسمع كده. عيد من لكي تعرف. حقود 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 حقود. اصبروا نركب من شورت وضع. حقود حقود حسود يا الحاقد. ايوه ماذا لدينا؟ ماذا عندنا؟ ماذا لدينا؟ ماذا لدينا من فيديوهات؟ هل عندنا فيديو يستحق؟ فتحت بث في تيك توك. اصبروا نرى. هذا فتح بث في تيك توك وكم ربح. هل فعلا التيك توك او بثوث التيك توك تقدر تطلع فيها من ساعة واحدة 5000 ريال؟ ايام اللي فاتت كل ما تخش التيك توك تلاقي بثوث في كل مكان، صناع محتوى، ناس ما تعرفهم، حتى ممكن صاحبك اللي معك في المدرسة فاتح بث في التيك توك وما ادري ايش قاعد يسوي. يوسف الجنتلمان. هل اعطيكم ربح 3 ايام من بثوث تيك توك؟ والله استطيع ان اعطيكم بثوث ربح 3 ايام. دعوني ارى هو كم ربح من 3 ايام واعطيكم. احد يصور شيء تفشل يا جماعه، خلينا ننظف الاسنان. بثوث التيك توك اخذت العالم حرفيا. اول ما فتحت هي تقفلت فجاه، بعدين فتحوها خلال الشهر هذا كل الناس صار يسوي بثوث. ما في شخص حرفيا انا ما اعرف الا فتح بث، سواء مشهور او مو مشهور. طيب جاء في بالي ليش ما انا اسوي بثوث كمان؟ بالفعل الاسبوع الماضي طلعت 3 بثوث عشان اعرف شيء واحد بس، هل اقدر اطلع 5000 ريال او اكثر من بثوث التيك توك؟ الاجابه بتكون في هذا الفيديو، عشان على مدار 12 ساعه راح اسوي بث لمده 3 ايام، وفي اخر الفيديو بوريكم الجزء اللي طلعت فيه الاحصائيات والفلوس اللي انا كسبتها من البثوث. تابع المقطع الاخير ولا تنسى تسوي لايك وسبسكرايب. السلام عليكم، انا اياد، وفيديو اليوم كان مختلف جدا. قبل ما اتكلم عن فيديو اليوم ادري اني انا ساحب على اليوتيوب كثير، لان فجاه كذا بوم دخلت المستشفى كذا. الله يشافيك ويعافيك. ما ادري ايش السبب يعني. الحمد لله على كل حال، الان رجعت اليوتيوب ورجعت اقوى من اول. يعني وانا في المستشفى مريض كذا دخلت التيك توك القى بثوث، فجاه البثوث صارت في كل مكان. تجربه اليوم بتكون مختلفه عن الناس، واي شخص يتكلم عن البثوث ابغاك تحطه على جنب، ابغاك تسمع الصدق بالارقام والحقائق والدلائل. لا لا لا، هدي هجوم على قناه جيشيت اوتاكو، لا نهجم على احد. نحن ترى نحن كبار يا اخي. نحن لا انا لا من يشاهدني، ما يحصل في بثنا يبقى في بثنا. لا نحن نذهب نهجم على الناس، لا نحن نسب الناس، لا نحن نقذف الناس. نحن اي شيء حصل يبقى هنا، لا نحقد.
فهمتموني؟ هذه أمورنا، ما يجري هنا ينتهي هنا وانتهى. لا نهجم ونتهجم على أحد، ما نفعل حق الرد، نرد. نحن بدأنا تحدثنا عن محتواه، هو تحدث عن شخصي. لما أنا شتمته؟ لأنني لم أتحدث عن شخصه، لم أهين شخصه، لم أقول قلت كرينج، محتوى كرينج، محتوى للأطفال، محتوى فيه تصنع. كل كلامي كان عن محتوى، لم يكن عن شخص. لا انا ما جاي اكذب، ولا حتى لو كسبت 10000 ريال بقول لك كسبت 10000. في حاجه لازم تعرفها، ان خوارزميات التيك توك في البثوث عكس خوارزميات التيك توك في هذا يحلم، يعتقد أن أول ما سيفتح بثوث سيجني 5000 ريال. يعتقد أن ما إن يفتح 5000 ريال هكذا. تيك توك الأموال تتساقط من الأشجار. المشاهدات اللي هي الفيديوهات العاديه. البثوث ما يعتمد على عدد متابعينك. كم مره دخلت على مشهور عنده 2 مليون متابع، دخلت على بث وما راح تلقى الا 10 اشخاص او 20 شخص، تتفاجئ تقول اوف عنده 2 مليون متابع، ما يتابعوا الا 10 في البث، راح تتساءل وتقول اكيد هذا اشترى متابعين. 1000 ريال، 72000 ريال، تبغى الصدمه، تمام؟ تبغى الصدمه. والله انا ماني عارف ذولا تجار مخدات ولا عنده فلوس ما هم عارفين ايش يسووا فيها. في البث اندفع اكثر من 236,000 ريال. الله يرزقه، الله يرزقه ويوفقه ويضاعف له الفلوس. واعطينا ارقامك انت. وهذه اضعافها. خليني اغني كذا في يوم وليله، يعتبر رقم ترى متوسط نوعا ما، لان الناس الفلوس اللي طلعتها ممكن تخليني اغني كذا في يوم وليله. كم ربحت من بثوث التيك توك؟ اجوا اول شيء اجمالي المشاهدات خلال 3 ايام كل يوم 4 ساعات كان تقريبا 70,000 مشاهد. 70,000 شخص دخل بثي خلال ال3 ايام اللي فاتت، يعتبر رقم ترى متوسط نوعا ما، لان الناس تدخل لهم اكثر يعني. لا 70,000 رقم كبير، 70,000 رقم كبير، يعتبر مشاهدات جيدة في 3 أيام. المشاهير تدخل معك. خوارزميات البثوث في حسابي مو ذيك اللي مره ضار وتجيب مشاهدات، لكن 70,000 لا باس فيها. وكم دخلت فلوس؟ اول شيء يقولوا ما شاء الله تبارك الله 5000 ريال تقريبا اجمالي المبلغ اللي اندفع لي او الهدايا اللي وصلت لي قيمتها 5000 ريال، لكن زي ما تعرفون ال 5000 هذه ما راح اخذها كامله للاسف. خلينا نحسب الحسبه الصحيحه، تمام؟ طلع لي الحاسب الله يسعدك. 5000 ريال تقريبا الناس شحنوا عشان يدعموني، لكن انا كم استلمت من ال 5000؟ هنا السؤال. تقريبا 76% تقريبا، يعني هي المفروض اكثر بس بقول 76%. والله راح تنفجعون من الرقم، لكن هو أنت تستلم 50%، واحد يشحن 10 دولار يدعمك بها تصل 5 دولار. هذا الرقم الصحيح. الناس دعموني ب 5000 ريال، لكن اللي انا استلمته 1200 ريال، يعني 3800 ريال راحت للتيك توك. تخيل 8800 تيك توك اخذها، ناس مساكين حبوني ودعموني 3000. 50% تأخذ صديقي، 50%. عدل أرقامك. 800 ريال راحت للتيك توك، و1200 ريال خلال 4 ايام. صح انه مبلغ جامد، لكن في الحقيقه 3800 دبل تقريبا 3 مرات الفلوس اللي انا استلمتها. عشان كذا انا اصلا لما اجي ادعم شخص، يا أخي صححوا معلوماتكم، صححوا معلوماتكم. التيك توك لا يأخذ كل تلك المبالغ التي أنتم تتصورون، يأخذ 50%. مستحيل ادعمه في تيك توك. تيك توك مو منصه تدعم فيها احد، والمنصات اللي تدعم فيها احد مثل التويتش ومثل الكيك، لان الرابط التيك توك يوفر لك يا رجل منصة تحفز الناس على أن يدعموك. الجيد في تيك توك هو أنه يعطيك البيئة لكي تدعم. المنصات الأخرى لا تحفز المشاهدين، فتيك توك يعطيك جولات، هذه الجولات تحفز الناس لكي تدعم. ما ياخذ منك مبلغ. اذا حولت لصانع محتوى في الكيك او البثوث الثانيه ما يقارب ال 100 ريال، راح توصل له تقريبا 90 ريال، لكن في التيك توك راح ياخذوا تقريبا 80. مقارنة غلط. نسبة الدعم الذي ستدعم في تيك توك أكثر من المنصات الأخرى. المنصات الأخرى أنت وحظك، متى ما أراد المشاهد أن يدعمك. لا، تيك توك يوفر لك بيئة تنافسية، في كل جولة الناس تصير تدعمك. ريال في الاخير انا ما يهمني اذا تبغى تدعم الشخص في التيك توك ولا تويتش ولا كيك، لان انا مالي داخل في الاخير. وفي بعض صناع المحتوى من جد يستاهلوا كل الدعم لانهم ناس موهوبين ويحتاجوا دعم، لكن فكر فيها، لو من جد تبغى تدعم واحد ب 100 ريال تبغاه يستلم الفلوس كامله ولا 20 ريال بس؟ يا رجل عليك أن تفهم سيكولوجية الدعم وفيما يفكر الداعم. الداعم يدمن على الدوبامين. الجولات الموجودة في تيك توك تمنح الدوبامين. فكرة أنه قد يخسر الجولة تجعل الدوبامين ينزل. فالتيك توك وفر لك بيئة، أنت كصانع محتوى تستطيع أن تتلاعب بسيكولوجيا الجماهير لكي تستفيد منها أكبر قدر ممكن، بينما في منصات أخرى لن تحصل على نفس البيئة، فلن تحصل على نفس الكمية من الأموال. من ال 100 ريال اللي انت دفعتها، انا اللي علي ابين لك ايش هي بثوث التيك توك، كيف تشتغل، كم ارباحها، لكن انا لي دخل حاجه واحده بس، انك ما تسوي لايك وسبسكرايب، لان من جد اذا ما لا الأرباح عندك صديقي، مسألة الأرباح عندك غلط. الأرباح في تيك توك متغيرة. قد يأتي يوم لن تربح شيء، وقد يأتي يوم تربح 1000 دولار، قد يأتي يوم 300 دولار، قد يأتي يوم 500. أنت وحظك. تيك توك هو منصة متغيرة كل يوم ورزقه. أستطيع أن أعطيكم أنا أرباحي. ترى الذي يشاهدني في تيك توك يعرفني يوميا كم أجني.
الذي يتابعني في تيك توك تظهر السكورات. ف قل لنا أرباحك، قل لنا أرباحك. هل أقول أم لا؟ هل أقول أم أهلا أهلا الشيري. والله لسنا في مزاج للموسيقى الآن. لا لا لا، تم. بما أن الأصدقاء قالوا لا لا، بما أن الشباب قالوا لا فيها حسد، نسكت. نزل رايت يا أخي. غتيت هذا والله غتيت. سفاح ما بيه سفاح يا أخي، سفاح رائع والله، سفاح رائع. أرسلوا طول أيوا، أرسلوا طرارات. صار يستعمل تقنياتي. والله عندي تقنيات، عندي تقنيات يا أخي، تقنياتي جيدة. هل تيك توك أرباحه جيدة؟ لأن أريد أن أبدأ به. لا يعتمد عليك، أي شيء لا يعتمد عليك فهو ليس بيدك. فهل أرباحه جيدة أم لا؟ لا تعتمد عليك، افهمني. البنت اللي تتمرن في آخر الليل، ماذا لو لا شيء يهم؟ تحشيش قاتل الشياطين للكبار فقط. واضع محتوى للكبار فقط، محتوى هنتاي. ما تخاف أن رزقك بيد الناس؟ لا. أنا تشجعت واتخذت قرار. فيوم اتخذت القرار أن تكون السوشيال ميديا هي عملي بدوام كامل، الأمر يعتمد على الشجاعة. مغامرة، عليك أن تتوكل على الله فقط. الأمر يعتمد كل إنسان وكيف يراه. هل عندك القدرة لتغامر أم لا؟ ماذا لدينا؟ ماذا عندنا؟ أريد أن نشاهد ذلك السيرك الرقمي. والله أفكر بأن نشاهده ولكن لا أعرف. ممكن نشاهد من حلقة كل يوم، حلقتين كل يوم. فكرة مشاهدته موجودة. باولينا، من باولينا هذا؟ ولما تدعمني؟ أيوة، لما هذا يظهر لي واحدة؟ أنا واش عرفني بباولينا هذا؟ واش دخل أمي أنا بباولينا هذا؟ كل من يدعمني أنا أعرفه؟ لا علاقة لي يا رجل. من هم اليوتيوبرز الصاعدين؟ موضوع مستهلك موضوع اليوتيوبرز الصاعدين. ورطون فهد سال ورط في مناظرة. دعونا نشاهد. السلام عليكم. هيلو everybody، أنا فهد سال. ladies and gentlemen، قبل ما نبدأ القصة ادعموا القناة هذه باللايكات وفهد سال أنا وحسك الطرف المعاكس في المناظرة. وفجر اللايكات. let's get started. أيوة. في الجامعة اللي أنا كنت أدرس فيها في بريطانيا كان فيها كلوبس زي أي جامعة في العالم. في كلوبس حقت أنشطة، كلب للغناء وكلب للمناظرات وكلب من هذه الشغلات. واحدة من الكلبات اللي كانت موجودة عندنا في الجامعة اللي هو كلب المناظرات والمناقشات. بيسكلي طبعا اللي يشترك في هذا الكلب يودوهم في مسرح، يختاروا موضوع او الجامعة تختار موضوع، يصير بينهم نقاشات وفي منافسات وتأهيل للدوري النهائي. But this attempt at revolution won't succeed in all instances, that in many وفريق راح يفوز في هذه النقاشات. ومن أكثر الأشياء اللي كانت تصير عندي في الجامعة اللي هي النقاشات الدينية. فهد تخيل فهد سال في مناظرة. أيوة، الله خلق الكون، او هل محمد رسول منزل من الله عز وجل، and so on. يحطوا صلى الله عليه وسلم. أبو فهد نص ساعة إلى ساعة تصير مناظرة بين الطرفين، وبعدين الجمهور يصوت وفريق يفوز في نهاية المناظرة. في الجامعة اللي أنا كنت أدرس فيها كنت فعلا أتناقش وأتكلم كثير جدا، بس مش في شغلات تخص الدين. في يوم من أيام في الجامعة جت مديرة الأنشطة وقالت لي فهد ليش ما تشترك في هذا الإيفنت، حيكون مناسب لك، أبغاك تطلع كأول سعودي يطلع في المسرح يتكلم عن أمور تخص الدين. أنا ما أذكر التفاصيل بالضبط، بس اللي أنا أتذكره إنه فهمت منها إنه هذه فرصة أن أنا أطلع على المسرح وأحسن سمعة المسلمين من واحد سعودي. وقتها طبعا كانت تفرق معهم سعودي، أسامة بن لادن وما أعرف إيش. أيوة، فهد سال جلاد الملاحدة، فهد سال قاهر الملاحدة، الشيخ فهد سال.
كل ما تسافر دوله غربيه ويعرف انك انت من السعوديه دائما في نظره غريبه جدا. اختارت المكان، اختارت اليوم، كنت متحمس لهذا اليوم. بعد فتره اتصل علي واحد سعودي وكلمني وعرف نفسه بي وان انا فلان الفلاني من التخصص الفلاني، انا حكون معاك في الفريق ورايحين نطلع مع بعض المسرح. لخبطني هذا السعودي، انا على بالي اني راح اطلع لحالي وحلقي كلمه وبعدين امشي. وضح لي السعودي انه ما راح يكون بهذا الشكل، راح يكون في فريقين، يعني مجموعه مسلمين عرب وحيكون في فريق بريطاني. لكن حتى السعودي ما كان فاهم ايش اللي راح يصير بالضبط. اللي فهمته طبعا حنكون مجموعه عرب وحنتكلم عن انه احنا نمثل السلام، وحيتكلموا طبعا البريطانيين انه يعرفوا اصحاب مسلمين وما اعرف ايش بلا بلا بلا. هذا اللي انا فهمته. والله آخر واحد توقعه في مناظرة يدافع عن الإسلام هو أبو فاتسال، لا أعرف لماذا ولكن أحس أنه جاب العيد بالكامل. ولكن لاحظت انا والسعودي والفريق اللي كان معانا اللي انا تعرفت عليهم بعدين مجموعه خليجيين ما اتذكر من اي دوله، واذكر كان في واحد ليبي، وباقي الفريق اللي انا اكتشفت بعدين انهم جايين من اللغه الانجليزيه. فانا والسعودي داخلين تخصصات، هذول لسه يدرسوا انجليزي. انيويز اتجاهلت الموضوع نسيته الين يجي ثاني اتصال من السعودي: يا فهد كيف حالك؟ انا فلان الفلاني، خلينا نسميه خالد. خالد اتصل علي ويقول لي اسمع ترى بكره 9:30 راح تبدا المناظره. بس انا ما ركزت على كلمه مناظره، ركزت على انه يا فهد جهز انا وانت رايحين نطلع والفريق راح يطلع بكره. واكون صريح معاكم، لا انا ولا هو كنا فاهمين ايش اللي راح يصير ولا أيوة سيف الإسلام أبو سال، سيف الإسلام السالي. قرينا الايميلات اللي الجامعه رسلت لنا. هي الجامعه رسلت لنا كل التفاصيل وايش اللي راح يصير في هذا اليوم، بس احنا ما قرينا الايميل. يجي ثاني يوم 9:30 كلنا محضرين، وهنا اللي صدمني وانا داخل للقاعه ما توقعت انه القاعه مليانه بالكامل، كلهم بريطانيين كذا لون ابيض بريطانيين، وكلهم جالسين ينتظروا هذا الحدث العظيم. ومع زحمه المكان بديت اتلخبط ايش اللي صاير بالضبط. قاعد اكلم خالد: خالد ايش اللي فيه؟ يا فهد ما عليك ترى مهتمين بموضوع الاسلام. قابلت مديره النشاط ودتنا لاماكننا على المسرح وعرفتنا على الفريق البريطاني وتعرفت على الشباب. 5 إلى 10 دقائق يدخل رجل بريطاني اللي هو طبعا الحكم او ايش نسميه بالانجليزي المودريتور. يا الخازوق، والله تخيل نفسي في هذا الموقف يا رجل. تخيل نفسي في مناظرة أمام آلاف الناس والتوتر، والإسلام يعتمد علي، وإذا خسرت أي واحد كان يا لار. يسموهم اللي هم يرتبوا المناظرات ويبدا يتكلم: كيف الحال؟ Ladies and gentlemen, today we have one of the most important discussions that we will have in our university and blah 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 وما اعرف ايش. on the right. يا أخي إنجليزيته رائعة، الأكسنت عنده يا رجل أكسنت أسطوري. أنا توترت مكانه، أنا أشعر بالتوتر. We have our Arab team too, the people from Saudi Arabia ما اعرف ايش. بدا يعرف على فريقنا. قعدت اسال: يا خالد متاكد احنا جايين نتكلم عن الاسلام ولا هذه مناظره؟ لو انها مناظره فانا ماني جاهز للمناظره. يا فهد ما عليك، حنتكلم عن الاسلام بشكل عام وما اعرف ايه وتجاربنا. وبدا يعرف على الفريق البريطاني، كلهم طبعا تخصصات ماجستير ودكتوراه وناس طبعا يعني مستوى العلم عندهم خرافي جدا. وبعدين يبدا الحكم ويشرح ويقول العباره اللي وترت اهلي. Ladies and gentlemen, today's discussions is about God and whether there is a God for this planet. On my right, the team will discuss with the statement that there is a God. On the left, they are opposing the statement. في موجود 100 ل 200 شخص جالسين يسمعونا في الكراسي. وقبل شوي الحكم يقول انه المناظره راح تكون عن هل موجود اله خلق الكون. اللي على اليمين اللي هو احنا فريقنا رايحين. والله سهلة مناظرة هل يوجد إله أم لا يوجد إله، سهلة. المناظرة الصعبة هي عندما يدخل لك في تفاصيل الدين. مناظرة هل يوجد إله تستطيع أن تسلكها، تستطيع أن تسلك أمرك فيها، تستطيع النجاة. I can survive this type of debate. ولكن مناظرة في التفاصيل الإسلامية صعبة. يناظر انه نعم في اله خلق الكون، واللي على يساري الفريق اللي راح يناظر ضد هذا الستيتمنت. اول ما خلص العباره شرح الانظمه 10 دقائق لكل فريق اللي هي الفاتحه قبل ما نبدا ونتعمق في التفاصيل، وقام رمى المايك: Ladies and gentlemen, a round of applause for فهد سال. بدا الجمهور يصفق، وانا والله العظيم في ضياع كامل جدا. ما في جمهور مسلم موجود في المسرح، وما قد طلعت في مسرح اتكلم قدام بريطانيين، وقاعد اكلم خالد: قول يا ابن الحلال ايش اللي صاير بالضبط؟ تعرف اللي تسال سؤال وتبغى تفاصيل بس ما قاعد يعطيك تفاصيل، وكل ما تقول: يا خالد احتاج تفاصيل، احتاج افهم ايش اللي صاير. ايش فيك انت مره متوتر؟ اطلع في المسرح دز لهم كم كلمه وبس خلاص وانتهى الفيلم يعني وما اعرف. ايضا اكتشفت انه بعد هذا النشاط راح يحط درجات لي وللطلاب اللي كانوا موجودين، معلومه ما كنت اعرفها، لذلك كانوا محفزين انه يجوا وورطوني طبعا، وهذه حركه. والله أنه جاب العيد. فهد سال ضد الزناديق، سيف الإسلام فهد سال، أسد السنة فهد سال. عربيه ارموا الجهد بالكامل عند الدافور، على بالهم انه انا الدافور. ترى معلوماتي في الشريعه الاسلاميه مره صفر يا خالد، ولا اعرف اناظر هذا الشيء. انا لازم اعتذر. لا وش فيك انت، هذه درجات عندنا، بس اطلع اتكلم دردشه واطلع بس فكر في الدرجات اللي تجينا. كان هم خالد في الدرجات. الحكم قاعد يقول: لو سمحتوا ترى العداد ماشي، لو سمحت اطلعوا للمسرح. وهنا بدات الورطه العظيمه، بالذات انه الموضوع يخص الشريعه الاسلاميه اللي انا صفر فيها. اقوم من الكرسي اوقف في نص المسرح وقاعد اطل للجميع، واقسم بالله ولا اعرف ايش ابغى اقول. والله اني اشفقت عليه. موقف لا تتمناه لعدوك يا رجل. يوم فهد سال تسبب في إلحاد 200 مسلم. مناظرة إذا دخلتها مسلم تخرج منها ملحد. يوم فهد سال نشر الزندقة في جامعة لندن.
Ladies and gentlemen, today we are discussing an important subject, the subject of God and whether he created this planet. ومع التوتر استاذنت من الحكم اذا اقدر ارجع للفريق، الحكم قال لي عندك 10 دقائق اتصرف زي ما تبغى تكلم الفريق، تبغى تروح تسلم على الجمهور، سوي اللي تبغاه، اوكي؟ ارجع للفريق واقول لهم اسمعوا انا ما اقدر اكمل. خالد كانت الانجليزيه عنده ما هي بطاله، واعتقدت انه معلوماته الاسلاميه افضل مني. تعرف اعطاني الوجه اللي هو انت الحين شايف واحد يطلع يتكلم في الشغلات هذه، والله اقنعني ما كان وجه مؤهل انه يتكلم في اي شيء، يعني ما في الباقيين فهد ترى ما نعرف انجليزي، صفر، احنا في المستوى الاول. ايوه يا فريق العار، يا فريق العار، يعني لا هو يجيد انجليزي لا هم يجيدون، لا الفريق شنقل ومن قال هذا. يا الفريق بما ستناظر بهؤلاء، بما ستناظر بهؤلاء يا رجل. يعني ما حد فينا يعرف. ارجع للمسرح ثاني مره وابدا اتكلم بشكل عشوائي وكلام هراء وكلام ما له اي معنى، بس وقفت كذا في المسرح ماسك يدي زي كذا وقاعد اتكلم معاهم زي لما امي تكلمني في الشريعه الاسلاميه، يا ولدي لازم تصلي عشان ما تدخل النار. Ladies and gentlemen, today we're all responsible for the choices we make. Those choices could affect our lives, in the current lives we live or in the second life, the judgment day. In order for us to avoid hell, we have to abide by the word of Allah. Allah is the greatest of all. ورب الكعبه قعدت اتكلم معاهم والله من نظره الجمهور كاني انا مرسول من القاعده وقاعد اعطيهم درس في الاسلام، وفي نفس الوقت عندي انا مشكله تركيز، قاعد اركز في الجمهور، قاعد اشوف كذا تعابير له ايش فيها، وبعدين دخلت في سيستم غريب قعدت اقول كلمات ما لها اي معنى. The earth, the planet, the universe, all of them are very important. Animals. جالس يرقع اي كلمه يعرفها ويربيها، خلاص القصف العشوائي. فريق الدعوه للالحاد. Lions, monkey, my hat, Jeddah and Riyadh are both cities of Saudi Arabia, and they did not come out of someone's ass. They came because God put them there. ضروري العيد. في مناظره واقول لك لم تخرج من مؤخره احد، الله خلقها. ضروري يعني الاعياد. المناظره التي انهت الاسلام، المناظره التي انهت الدين، المناظره التي اي واحد عنده شك الحد بسببها، تصدق بسببها. هل انت معنا مع الفريق الاخر؟ والله كلام عشوائي. Ladies and gentlemen, I made my case. I shall return to my friends to discuss further. Thank you for listening. السلام عليكم. رحت لاصحابي العرب وكلهم قاعدوا يسلكوا لي تسليك، وقسم بالله ما احنا عارفين انت وش تقول، بس والله باين انك انت جلدتهم، والله باين انك انت قلت شيء عظيم، عرفت كيف؟ انت قلت شيء يعني احسه، والله احس ان نصهم مسلمون. أتذكر صديق لي والله حصل له نفس الأمر في الجامعة، يكون العلمانيون والملاحدة. فواحد كان عندنا معروف ماركسي جلاد، تقول له السلام عليكم يقول لك قال ماركس. فهذا الصديق أراد أن يدخل معه في مناظرة، والمشكلة أن هذا الصديق راعي خمور، راعي حشيش، راعي بنات، لا بينه وبين الدين شيء. دخل انفرش في المناظرة. والخليجيين قاعدين يسلكوا لي، والليبي قاعد يقول شوف انا مش فاهم ايش انت تقول انت، بس انه عارف تسليك، وانا حسيت انه والله ممكن قلت حاجه، وبعدين يطلع واحد من الفريق. هل عندكم هذا النوع من المناظرات في الجامعة؟ هل عندنا نوع في الجامعة يطيل شعره، يكون لديه جيتار ويكون ملحد، يفعل هذا لكي يبدو كول ولكي يجذب بنات. هل عندكم هذا النوع في جامعاتكم أم لا؟ ضروري تراه بدون أي سبب الناس ذاهبة للجامعة لكي تدرس وحامل جيتار ويغني لا 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 لا، والبنات يحبونه، ومحاط ب5 بنات 6 بنات أينما كان موجود، ويكون زنديق وجروبه الزندقة والنضال، يتكلم النضال إخوتي المناضلون، علينا أن نكافح والكفاح وتسقط الرأسمالية، وعاش كارل ماركس. بريطاني يا واد يجلدنا جلد كف من يمين وكف من اليسار ولا باقه وكاريزما، وبعدين كان عندنا 20 دقيقه على اساس نعطي تفاصيل اكثر، وبعدين طلعت انا وخالد وقاعدين نقول كلام والله ما احنا فاهمينه. اذا ماني غلطان واحده من الاشياء اللي كنت اقول لهم انه انا راح اترك لكم ايميل لواحد من المشايخ السعوديه اللي عنده سؤال، فممكن انتم تتواصلوا. انا ما ادري اذا حتى الشيخ عنده ايميل اصلا، انا ما اعرف اذا حتى مشايخنا يتكلموا انجليزي، انا ابغى اخرج من المكان هذا. عموما خلصنا وعلينا بالسلامه، رجعت للكرسي، اعطوني الدرجات، ما اعتقد فزنا ذاك اليوم. وبعدها مديره النشاط كل مره جننتني، وصارت كل شهر ترسل لي ايميلات وتشوفني انا ماشي في اسياب الجامعه وتكلمني اي هلا فهذه you know you're right there is a debate that's going to be if you would like to join blah blah blah، وانه الاسلام اللي تعلمته في المدارس ما ينفع استخدمه حتى ادخل في مناظرات بالذات مع واحد ملحد، وافضل استراتيجيه ان انا اتجنب النقاشات الين اكون. والله الذي يعجبك في فهد سهل انه ذكي. فهد انسان ذكي عنده اي كيو عالي، ترى قد لا تتفق معه في وجهات نظره، ولكن والله هو انسان ذكي، يعرف كيف يجيب العيد، ويعرف كيف يتحدث، وافكاره جميله، افكاره انسان فاهم واعي لا يؤذي اي احد.
فانا يعجبني انه محترم. وتحس ظلم في السوشيال ميديا، ظلم كثيرا. ممكن ولم يعرف كيف يوصل افكاره، او الجماهير كانت في فتره لم تكن مستعده لسماع افكاره بالطريقه التي يقولها، لكن هو شخص محترم رغم اعياده. واحد مؤهل، بس يا راجل كل ما اشوف مديره النشاط اسحب واروح للطريق الثاني. وايضا حتى الطلاب اللي كانوا حاضرين كل ما اشوف احد فيهم يبدا يسالني عن الاسلام. يا جماعه الخير ماني متخصص في الاسلام، سيبوني في حالي. وصرت قاعد اقول لهم نفس التصريف. كريستوفر جاك ان شاء الله ارسل لكم ايميل لواحد من مشايخ المملكه العربيه السعوديه، اتواصلوا معه ان شاء الله يرد وبس، وانتهت القصه. يعني والله العظيم يعني ما اعرف كيف اتصرف. انا بسالكم انتم سؤال، لو اكثر 40 يكون، فهمتم؟ يعني اذا صرت 40 ساريد ان اصير فهد سال، ولكن متزوج وليس عزابي مثله. مقطع رائع، عجبني. ايوه، ماذا عندنا ايضا؟ ماذا عندنا في بث العار هذا؟ ماذا لدينا؟ شيك على زميل المهنة كلاش. نرى بث كلاش. ليس عندي في قائمة الأصدقاء. ما اسم حسابه؟ كلاش. هو هذا. ها هو يا بوت. اقسم بالله اقسم بالله انا حلفت يا جماعه اعوذ بكيفكم انهم هنا يوصلوا لي. يقول لك قصير يا رجال توكلوا بس. ايوه، والله ما ادري يا اخي. بودكاست كيك مع كلاش. منتج يا اخي صارت لنا الفيلز آخر رحلة. يا رجل والله أنا أريد نسمع أغاني. الليل يا رجل، الليل منتصف الليل. ليس الوقت لسماع موسيقى، والله ليس الوقت لسماع موسيقى. واحد يقول لي ادخل مع كلاش. كيف سأدخل مع كلاش؟ بالله عليك كيف سأدخل مع كلاش؟ يعتقد تيك توك هذا. اصبر نرى تويتش. مليلنا أنا أيضا مليلت من الراب. لا أحد فاتح في تويتش. الوجيه اعتزل. الراب سيأتي وقته ونعود له. نحتاج الآن إلى مقاطع تكون، أعطونا مقاطع تستحق المشاهدة. تفقد حسابك القديم. يا رجل لا تذكرني، أنا منصة تويتش لن أعود لها. سأخبركم لما أنا أكره تويتش ولما لن أعود لتويتش. اصبر. لما أنا تويتش كرييتر داشبورد ووليت. هل عندي لازال عندي أموال في كم كنت أحصل عليه من كيك من تويتش؟ سأضع من يوم التأسيس. أنا سأضع من 2000 اصبروا أرى الأموال التي حصلت عليها من تويتش. لا يظهر لي. لا، حصلت على خير أنا من تويتش الصراحة. والله حصلت على خير، يعني تويتش أتتني فيه الحمد لله. ليس مثل كيك، ولكن حصلت على أموال. wallet redeem the sub code. ولكن المهم أنا أكره هذه المنصة. والله أكره هذه المنصة، لا أرتاح فيها. لا أشعر بأنني أنتمي لها. والله لا أشعر بأنني أنتمي لها. الله يذكر أخانا راكان بالخير. هنا أنا مرتاح أكثر، هنا أنا مستمتع أكثر، هنا لا أعرف كيف أشرح لكم، ولكن الأمور ميسرة أكثر. اصبروا. أعطوني دقيقة. أعطوني دقيقة وأنا معكم. أو نكتفي بهذا. نكتفي بساعة حتى الغد، وغدا أعوضكم ب3 ساعات، وغدا نشاهد حلقة السيرك الرقمي، وغدا فصل ون بيس. ما رأيكم؟
غدا السيرك الرقمي وفوقها حلقة ون بيس، يعني في الساعة الثالثة. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. ليلتكم سعيدة وأعماركم مديدة.